من حيث الأفراد، إيران لديها عدد أكبر بكثير من الأفراد العسكريين. قوات عاملة حوالي 650 ألف فرد. قوات احتياطية حوالي 350 ألف فرد. قوات شبه عسكرية البسيج حوالي 90 ألف فرد عامل وحوالي 600 ألف فرد احتياطي. إسرائيل تعتمد على نظام خدمة إلزامية فعال واحتياطي كبير. قوات عاملة حوالي 170 ألف فرد. قوات احتياطية حوالي 465 ألف فرد. 2. من حيث القوات البرية، إيران تمتلك عددا أكبر من المعدات. دبابات حوالي 4000 دبابة، تقديرات متفاوتة. قطع مدفعية ذاتية الدفع حوالي 2 قطعة. ناقلات جنود مدرعة حوالي 2500 ناقلة. إسرائيل تركز على الجودة والتكنولوجيا. دبابات حوالي 1650 دبابة، بما في ذلك دبابات ميركافا. قطع مدفعية ذاتية الدفع حوالي 650 قطعة. ناقلات جنود مدرعة حوالي 6500 ناقلة. 3. من حيث القوات الجوية، إيران لديها عدد أكبر من الطائرات بشكل عام. طائرات مقاتلة حوالي 340 طائرة. طائرات هجوم أرضي حوالي 160 طائرة. إسرائيل تمتلك قوة جوية أكثر تطورا تكنولوجيا. طائرات مقاتلة حوالي 330 طائرة، بما في ذلك طائرات F-35. طائرات هجوم أرضي حوالي 150 طائرة. طائرات تزويد وقود جوي حوالي 7 طائرات. 4. من حيث القوات البحرية، إيران لديها عدد أكبر من الوحدات البحرية. فرقاطات ومدمرات حوالي 19 قطعة. غواصات حوالي 34 غواصة، بما في ذلك الغواصات الصغيرة. زوارق دورية ساحلية أكثر من 200 زورق. إسرائيل تركز على التكنولوجيا والمهام المتخصصة. كورفيتات حوالي 3 قطع. غواصات حوالي 6 غواصات متطورة. زوارق دورية ساحلية حوالي 45 زورق. 5. من حيث القدرات الصاروخية والطائرات بدون طيار، إيران تمتلك ترسانة كبيرة ومتنوعة. صواريخ باليستية، مئات الصواريخ بأمدية متفاوتة. صواريخ كروز، أعداد غير محددة. طائرات بدون طيار، أعداد كبيرة ومتنوعة، استطلاعية وهجومية. إسرائيل تمتلك قدرات متقدمة وأنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات.